بنرجع لكم تاني بالسلسلة اللي بدأناها عن تصحيح بعض المفاهيم الخطأ والترجمات الخاطئة للأمثلة الشعبية، وأيضا الترجمة الخاطئة ليها، ووصف صفات ليست صحيحة. تتعشى ولا تنام خفيف؟ تشرب شاي ولا انت مش كيف؟ المثل ده أطلق على الضميطة في محافظة دمياط، مع انهم اهل كرم. يابان مصر، في دمياط ناس مش بخلة فعلا، اهل كرم. وتمت ترجمة الموضوع ده خطأ تماما، يعني ناس بتحافظ على الشغل، بتحافظ على بيتها، لازم الكل يشتغل، ينزل يشتغل الى اخره. المثل ده حقيقته ايه؟ يقال تاريخيا ايام التهجير اهالي بورسعيد لما نزلوا دمياط وقعدوا في دمياط، الضمايطة عشان متعودين على الشغل فطلبوا منهم لما القعده طولت ان هم ينزلوا يشتغلوا. ففهم المثل، ففهم من كلام الضمايطه ان الناس تنزل تشتغل لان هم متعودين على الشغل. مع احترامنا طبعا لكل اهالي بورسعيد وكل محافظات مصر، احنا بنصحح مفاهيم وهنصححها على كل المحافظات ايضا يعني. آه، فهم بقى المثل وتمت ترجمته ان الناس دي بخله، مع انهم ناس كرماء جدا بامانه، وانا اتعاملت معاهم. دي حقيقه المثل الخاطئ عن دمياط، يابان مصر واهلها الطيبين الملتزمين، اللي عارفين قيمه القرش اللي بيتعبوا بيه.